بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معاكم هنعمل وصفة من أجمل الوصفات على قلبي، جميلة قوي. وصفة الفطير المشلتت، شايفين مورق وطالع جميل. بس النهاردة هنعمل فطير مشلتت من غير بقى لا عجن ولا نسيبه ولا فرد ولا أي حاجة، ولا نسيبها ترتاح ساعة وساعتين وبتاخد وقت كبير ومجهود برضه. عارفين الفطير من الحاجات اللي بتاخد وقت ومجهود، بس دلوقتي ممكن نعمله في 10 دقايق بس. هنعمله في 10 دقايق. الوصفة دي جميلة قوي قوي قوي، والحقيقة النتيجة بتاعتها حلوة جدا وروعة. انا جايبه لكم مقادير مظبوطة جدا، مظبوطة بالسنتي، يعني لا في حاجة هتبقى زيادة ولا حاجة هتبقى ناقص. وجربوا المقادير دي، اكتر مقادير ممكن تحبوا فيها الوصفة دي. يعني انا جايبه لكم مقادير مظبوطة خالص. دي بقى معايا نص كيلو جلاش، ومعايا معلقتين سكر كبار، هاخد معلقتين قشطة، دي كده قشطة وش اللبن. لو مفيش متواجد عندك ممكن عادي تشتري قشطة. وربع كوباية لبن، ونص سمنة، وهاخد ذرة بيكنج باودر، حاجة كده بسيطة من البيكنج باودر. هنقول ايه؟ وزبادي. هنقول من تاني: جلاش، لفة جلاش او نص كيلو، زبادي، نص سمنة، ناخد معلقتين كبار قشطة، ربع لبن، معلقتين كبار سكر، وهناخد ذرة كده ذرة بسيطة او ربع معلقة بيكنج باودر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. السكر ضروري جدا، لان احنا عارفين احنا بنشتري الفطير مسكر كده، ايه حاجة كده بسيطة من بره، فدي بتعادل الجلاش لان الجلاش حادق، فبيبقى حلو قوي قوي. هندهن الاول الصينيه اللي معايا سمنه كده من السمنه اللي معايا، وهركنها على جنب. هفتح بقى مع كوبايه الزبادي، وهحط السكر، وهحط اللبن والسكر، معلقتين سكر كبار اهو. لازم بالسكر زي ما انا بقول لكم، عشان ايه؟ يبقى مسكر سنه كده. معلقتين كفايه، معلقتين دوم كبار. واخد برضو معلقتين قشطه كبار اه. وهنحط بقى السمنه، هننزل بنص كوبايه سمنه، وهحط اهو ربع كده ذره بسيطه كده، ايه شوف، حتى معلقه من صغير بيكنج باودر. المقادير دي مظبوطه خالص على الشعره، فجربيها كده وهتكنسيها مع بعض. دول مظبوطين خالص، لو عملتها لا الحاجه هتزيد معاكي ولا حاجه هتنقص معاكي. يعني دمت هيكفوا ايه؟ لفه الجلاش او النص كيلو فطير، النص كيلو جلاش. هقلب ده كده مع بعض لحد ما كل ده ايه يتجانس كده مع بعض، والسكر يدوب. شوفوا تجانس كده وبقى كريمي ازاي، والسكر ده كله دخل في بعضه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دهنين طبعا الصينيه. هحط الجلاش، وهبدأ بقى ايه بالفرشة بتاعتي كده بقى، ودهني كل حاجة بين كل طبقة وطبقة ودهني. هنحط الجلاش واسيب كده ايه الجلاش طالع على حافة الصينية كده من بره. ليه؟ عشان كده هنحطه تاني كده بقى، ونرجعه دلوقتي وندهن ونحط برضو الاربع جهات كده، واسيبها ايه طالعه كده على الصينيه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. وندهن بالخليط اللي احنا عاملينه. هنعمل كده ونكرر كده. واهتمي كده وانت بتحطي الخليط كده. ايوه، وادهني كده، كل ما تحطيش طبقه الا ما تدهني، كل طبقه تدهني، كل طبقه تدهني. ده الخليط ده بيخلي العجينه طريه وجميله جدا، ما يخلي الجلاش طري قوي قوي، وبيديكي نتيجه حلوه جدا. فانت كده لما تحطي كده كل رقه جلاش، ما تحطيش جلاش الا ما تحطي، الا ما تدهني. شوفوا اهو، كل طبقه احطها كده داير ما يدور على الصينيه وادهن. وابدا بقى الحروف اللي بره دي ادخلها، وبرضو ادهن كل ايه، كل حاجه اتنيها كده ادهنها اهو زي ما انتم شايفين كده. الجلاش كده اتنيه لجوه، وابدا ادهن زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. انا عملت كل كميه الجلاش معايا، ما عدا الورقه ايه الاخيره. سبت ورقه كده حلوه كده مش متقطعه، عشان هقفل بقى وش الصينيه، لان الصينيه الوش بتاعها لازم تكون ايه سليمه مش متقطعه اهو. بدات خلاص، الكميه اللي معايا خلصت وقفلت كله. هجيب بقى الورقه الاخيره زي ما انتم شايفين كده اهي، سليمة كده مش متقطعة. وابدأ كده ادخلها كده تحت الصينية كده، عشان تبقى منظرها حلو والشكل يبقى جميل.
اهو زي ما انتم شايفين كده. وسويتها بقى كده خلاص. اخر حاجه معايا اهو، مش بقولك خليط هياخدوا الكميه كلها، هحطها على الوش وكده خلاص. هي جاهزه معايا. دخلت بقى الفرن على درجه حراره 180. ما قعدتش حاجه، قعدت ربع ساعه. خرجت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجه كده منتفخه وجميله وسخنه، شايفين كانت منتفخه وجميله قوي. هي جوه الفرن كانت حلوه قوي، حلوة أوي وطرية من فوق ومن تحت، والخليط اللي حطيته على الوش مطري الوش. هي مش محتاجة أي حاجة. حلوة أوي 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 كده، جميلة جدا. جربوا الطريقة دي، حلوة أوي.